بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايب قلبي، صباح الفل عليكم، صباح الياسمين عليكم. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب العالمين. ان شاء الله كده الأدعية تبقى في آخر الفيديو بإذن الله. كل أخت عندها وقت تكتبوا لي تحت، وبإذن الله كده نتمنى منكم تدعموني باللايك، الاشتراك، الكومنت الحلو اللي زيك، يثبت وجودك معايا في القناة عشان كل ما بننزل حاجة جديدة توصلك بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب العالمين. يلا نخش على المطبخ. كنت عايزة نعمل ايه؟ عايزة نعمل محشي، محشي كرنب. تمام. جبت هنا بصلتين حلوين كده وجيت محمرهم زي ما انتم شايفين. حطيت معلقة سمنة، وحطيت برضو معلقة زيت. بنحط قليل خالص في بالنسبة للسمنة للزيت، بنحط حاجة بسيطة يعني عشان ما تبقاش كلها دهون والكلام ده. ونزلت عليهم بعصير الطماطم، وطبعا كنت جايبة كرنب. ساعة ما بنقول كرنب بتبقى الناس لسه جاية من، يعني الفلاحين جايين عندنا هنا في الشارع اللي انا فيه، بيبقوا معديين كده فبناخد منهم يعني، فبيبقى صباح اللهم بارك يا رب. الاكلات دي حلوه خالص في الشتاء. العدس، البصاره، الكرنب لازما يوم يشيل يوم، كفي الميزانيه لازما يوم بنشيله اليوم تاني. يعني ممكن مثلا نعمل يوم سمك، نعمل يوم كرنب، نعمل يوم كشري، نعمل يوم عدس. لازم الايام تشيل بعضها عشان الحاجه غاليه، ونقدر في نفس الوقت نبقى منسقه بين البيت، بين حصص عيالي. فالحمد لله والله المستعان يا رب على كل شيء. جبت كرنبتين، الكرنبة كانت ب7، فجبت الاتنين ب14، يعني اتنين حلوين وسط كده. عملت اللي عملته، والباقي اللي اتبقى حطيته في الفريزر وهو مسلوق. هو مسلوق ما بيحصلوش اي حاجة خالص. فبجد عايزه نقول لكم ما خدش معايا وقت، لان بنبقى مجهزه يعني خلاص النهارده هنعمل محشي، فبنبقى مجهزه بقى ان انا خلاص قاعده في المطبخ هنعمل ايه، لان بياخد غلبه شويه. فعملت كوبايه شاي، طبعا الحاجه اللي بنحبها ده عشان تديني طاقه ايجابيه. فبنبقى بقى مفضيه وقت ليا يعني. عملت برضو بقدونس كزبره شبت التلاتة مع بعض عشان يدوا طعم حلو للمحشي. وبرضو الطماطم بنجيبها الحمراء اللي هي المستويه دي عشان تخليه احمر كده وحلو. ويا سلام بقى اذا عندك بنجر حط نص واحده، بيبقى يخليه احمر كده وتحسيه كده حلو. وغسلت بقى الرز نزلت بيه، ونقعد بقى ايه يعني مع نفسي كده بقى نظبطه بطريقه حلوه كده عشان ما يفكش مني، وعشان الصبع يبقى حلو متناسق مع بعضه. بس بنعمل الحاجه اللي بنحبها يعني. كوبايه شاي زي كده، هنولع مثلا الراديو جنبي جايداه، مشغله اذاعه القران الكريم حلوه يعني بنستفاد. وفي نفس الوقت ما تبقاش دماغي مشغوله مشتته، لا انا دماغي متوجهه للحاجه الصح. فالحمد لله رب العالمين. كده كنت خلصت بقى. عايزه نقول لكم انا وقفت كده بس يعني ايه اللي هو كام دقيقه كده. بس بعد كده بقى فضل الشاي الاول. بعد كده بنيجي فرشه ونيجي قاعده في الارض عشان بياخد وقت مني. نبقى دماغي زي ما بنقول لكم تبقى مشغوله في حاجه كويسه، وفي نفس الوقت نعمل بترتيب يعني نحس كده ان عملت ايه، انجزت فيه. بس هنعمل معاكم كام صبع كده وانا واقفه. ايام ما كنت متجوزه جديد ما كنتش الحاجه دي بنعرف نعملها حقيقي والله. بس عارفه تتعلمي من هنا شويه وتتعلمي من هنا شويه يعني. لاي عروسه جديده ما تستعجليش، هتعرفي تعملي كل حاجه. مره هتشيطي، مره تطلع معاكي مظبوطه، مره يعني ما تزهقيش يعني. بالنسبه للعرايس اللي من دول، انا عندي اخواتي في القناه بيكلموني على الواتس، مره انا بنعملها بتشت مني، فلا مش هتشت منك ان شاء الله. كلنا كنا كده. عن نفسي اعوذ بالله من كلمتي، انا كنت كده. بس مره شاطت، مره بقت كويسه، والحمد لله اتظبطت يعني. ربنا يهنيكم في بيتكم جميعا يا رب، اللهم امين. احنا داخلين بقى على شهر رمضان. بص جددي توبتك كل يوم مع ربنا. كل يوم ارجعي لربنا. والله العظيم الدنيا ما حد واخد منها حاجه. ما تزهقيش نفسك من المصاريف، ما تزهقيش نفسك من البيوت. بص اصل ده كلته اللي عايز ربنا بيكون. ده كلته انت تقعدي تشغلي دماغك، وربنا اللي بيدبر مش انت اللي هتدبريها. فما تشغليش دماغك بحاجه تتعبك. فكري هتعملي ايه رمضان جاي. هنعمل اكله كويسه العيال نحطها على جنب، هنفرز حاجات نحطها على جنب. نعمل حبه جبنه حلوين مثلا كده ينفعوا للسحور، نعمل حبه زبادي، نفرز حبه برتقال. الموسم ده شغلي دماغك في الافكار الايجابيه. الافكار السلبيه هتجيبك ورا بعد الشر. ففكري في الحاجه اللي تنفعك، الحاجه اللي تستفادي بيها. ما تشغليش دماغك بحاجه هتوجعي دماغك على الفاضي.
حد مديكي طاقة سلبية، شيلي ارمي من ورا ظهرك، بص للنهارده وبكره. عايزه ايه؟ عايزه حج ربنا الحلو، عايزه حج ربنا نديهوله. جددي توبتك مع ربنا، ابدأي في شعبان عشان تبقى في رمضان كده، بصي تبقى خلاص داخله الشهر ده لعباده ربنا بس. بصي ما تظلميش حد، اوعي تظلمي حد حتى لو بكلمه من ورا الكل. انا بنقولها لنفسي والله. وبص منحاسب نفسي اول باول، عشان غلطانه في حاجه، لا يا رب انا تايبه عليك وراجعه عليك ومش هتتكرر في حياتي تاني. فاوعي لكل اخت تظلمي حد، اوعي تيجي على حد. يعني بعض الناس بتبقى، ربنا يكفينا شر الظلم يا رب. بعض الناس مثلا والله ده ظلمتني هنظلمها، لا ما تعلميش قلبك يعني ان هو يبقى جاسي، لا خليكي دايما طيبه، خليكي حنينه، خليكي دايما راجعه لربنا بصفحه حلوه، كل يوم بصفحه جديده احسن من اللي قبلها. وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب، اللهم امين. كده كنت خلصت وطيبت كمان وطلعت وكلت. ايه رايكم بقى؟ شطوره انا ينفع ولا لا؟ بصوا والله عسل. وكمان ايه، لما تجيبي علبه قشطه او معلقه سمنه بلدي تحطيها على الوش بتخليه طعم وريحه جميله جميله. عندك شوربه ما تكبهاش، حطيها في الفريزر محشي زي كده هتاخدي الحب. طبيخ عندك هتاخدي الحب. وهنا كان عندي فريق ما بيحبش الكرنب، فعملت هنا بتنجان بالسريع كده وفلفل برضو. والله أكلة حلوة ومش مكلفة. الرز في البيت كمروة يعني كل ما بننزل يتبقى فلوس نجي جايبة كيس رز حطها على جنب، اهو ما فيش حاجة هتخسر. اهو ربنا يعيننا جميعا في الايام دي والله. عارفين انتم اللي هو الحاجه بقت الضعف الضعف الضعف، بس انت بقى شطارتك يعني زي ما بنقول لك كده، مشي نفسك. يوم فول بطماطم مع مسجعه مع طعميه، يوم هنعمل كشري، يوم يعني انت بقى في شطارتك. وداخل شهر رمضان امسكي هاتلك حبه برتقان دلوقتي عشان الموسم بتاعه. هاتلك مثلا جبنه بمشي زي اللي انا عملتها جوا دي، والله كانت روعه. حلوه للسحور برضو مع طبق فول مع سلطه. يعني ادي لنفسك افكار، اعملي بطاطس مهروسه. يعني حاجات بصي، طول ما انت ماشيه صح هتفكري صح. ابعدي عن الطاقه السلبيه، ابعدي ان جاله وقلنا كذا وكذا، لا لا اوعي. ابعدي عن اي حاجه فيها مشاحنات عشان تتبهي لبيتك وتتبهي الشهر ده. بص ما بيتعوضش تاني يا عالم، الواحد مش ضامنها يعيش ثانيه واحده. فلا خليكي دايما في الطاقه الايجابيه، خليكي الحاجه اللي هتنور بيتك وتنور حياتك اعمليها. الحاجه اللي سامعاني كل اخت والله، لبعض يعني بعض اخواتي برضو، الحاجة اللي هتنور بيتك وتنور حياتك وتجرب بينك وبين جوزك وبين أهلك وناسك اعمليه. الحاجة اللي هتجيب لك مشاكل، سلفتك جالت عليك، أمك جالت عليك، حماتك جالت عليك، ابعدي. اللي هتاخده منك هتروح توصله بالغلط. فاعملي حسابك الحاجة اللي تتجال من البوج حاسبي نفسك عليها أول بأول، وما تغلطيش في حد في غيبته، لا بالعكس وراه زي قدامه. الكلمة الحلوة صدقة. شوفي بقى، اجمعي كده حسنات، واجمعي حاجات حلوه كده قبل شهر رمضان ده عشان تبقى داخله الشهر ده على نضيف. والله العظيم حاسبي نفسك، وكل يوم جددي توبتك مع ربنا. الواحد يتوب لربنا يقول يا رب انا تايب اليك وراجع اليك، لاني معلش الواحد ما عملش كده. اديكوا شايفين اللي بيحصل في الحياه وبيحصل في الدنيا. فالواحد الدنيا اختبارات، والواحد لازم أن يكون احنا في دار الباطل. فالواحد في دار الحج ما جاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى عارف ان ساب حاجه، تسيب السمعه الطيبه لعيالك، تسيب الكلمه الحلوه اللي بعديك اللي هتقعد لك، اللي تلاقي الانسان في حياته هيبقى واخد كلام حلو وبعد ما ماتوا سايب سمعه لعياله نظيفه. فكل اخت حاسبي نفسك اول باول، وسيبي السمعه الطيبه اللي تقعد لك بعد في حياتك وبعد مماتك. وربنا سبحانه وتعالى يديكم الصحه جميعا يا رب، ويعمر بكم في بيتكم، اللهم امين يا رب. دخلت على المطبخ المواعين، الحمد لله. عايزه نقول لكم المواعين دي بيبقى يومها ايه من احب الحاجه. يعني كان الاول كده حاسه تقيله علي، من احب الحاجه اللي بقيت نحبها المواعين دلوقتي. الرغاوي الحلوه دي اللي بتخليكي ايه المفرقعات دي، ده انا بنلعب في الميه. كده الحمد لله خلصت بقى. وكان بصوا عايزه نقول لكم كان حاجات سهله مش صعبه خالص، الحمد لله يا رب. خدت بقى الصينيه دي، كنا كلنا واتغدينا والحمد لله، وخدتهم بقى زي ما انتم شايفين عشان نسيب المطبخ ايه نضيف. استنوني في تجديدات بقى في ان شاء الله كده تنظيفات رمضان. عايزه لايكاتكم كومنتاتكم. كتر الف خيركم لو شاركتوا لي الفيديوهات، سمعتوا لي الفيديو للاخر عشان تشجعوني. عايزه عائلتنا تكبر، عشان تخلوني نستمر، تدوني الطاقه ان انا نستمر فعلا.
لكل اخت بتقول لي يا مروه الدعاء ده ان شاء الله اكتبي لي في الكومنتات تحت، وربنا يسعدكم ويهنيكم جميعا يا رب، اللهم امين. في ام انس، ام انس من تونس، ربنا يفرحك بانس وبمريم وتشوفيهم في اعلى المراتب يا رب، اللهم امين. ام الحبيب عبد السلام، ربنا يفرح بالحبيب وبمريم يا رب العالمين، وتفرح بشهيدهم يا رب، اللهم امين. في دينا من مصر، ربنا يوعدك بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك يا رب يا دينا، انت واللي زيك، اللهم امين يا رب. ساره من الجزائر، ربنا يسعدك ويهنيك يا رب يا ساره، ويرزقك يا رب بكل اللي تتمنيه، اللهم امين يا رب. في ام حماده من سوهاج، ربنا يفرحك بحماده وبقواته يا رب، اللهم امين. ام شهد، ربنا يفرحك بشهد وباولادك يا رب يا ام شهد، اللهم امين يا رب. ام احمد من السعوديه، ربنا يفرحك باولادك يا رب، اللهم امين. حنان من السعوديه، ربنا يسعدك يا رب. ام نضال، ربنا يفرحك باولادك يا رب. ام راشد، ربنا يسعدك ويهنيك يا رب. ام ادريس، ربنا يفرحك بفرح اولادك يا رب، ويفرحكم باولادكم جميعا يا رب، اللهم امين. واي اخت بتقول ادعي لي يا مروه، اكتبي لي في الكومنتات وانا تحت امركم، ربنا يسعدكم ويهنيكم، وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد علينا جميعا بالخير والبركه والسلامه يا رب العالمين. نسيبكم في رعايه الله، مع الف الف سلام، مع السلامه.